السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا خفيف جدا وما فيهوش مكونات، يعني يعتبر مكوناته ايه بسيطه جدا، بس هنعمل احلى ساندوتش ممكن ناكله لو جوعنا بالليل ولا حاجه. حاجه سهله وبسيطه. في البداية خالص عندي شوية فينو كنت لسه جايباهم، يعني الفينو ده طازة على فكرة. لو في فينو بايت ممكن ينفع بيه برضو الوصفة دي، بس تتعاملي معاه بحذر شوية. بدأنا ان احنا نفتح الفينو كده بالطريقة دي، وبعد كده نجيب بقى اي نوع من انواع الشيبسي اللي احنا بنحبه. لو مش عايزه تستخدمي شيبسي ممكن تحمري شويه بطاطس، ممكن تعملي بطاطس شيبسي انت في البيت اللي يعجبك. وكان عندي شويه موتزاريلا برضو كده، يعني دي تعتبر عشوه سريعه كده لجوع نص الليل. يعني بدات ان انا ارص كده الشيبسي وبعد كده احط عليه شويه من الموتزاريلا، واقفلي كده الساندوتش وكانه عامل زي الظرف كده، يعني شكل جديد كده للساندوتشات يعني. وبدأت ان انا طبعا احط كل الكمية كده واحشي كل السندوتشات اللي موجودة عندي. ده الساندوتش الحادق. طيب انا عايزه احلي برضو بالليل. هنعمل برضو ساندوتش حلو كده، بس في الاول حطينا اهو قطعتين زبده في الطاسه، وبعد كده بدات ان انا احط الساندوتشات فيها. انا عايزه الساندوتشات تاخد لون حلو وكمان قرمشه كده حلوه. بتبقى لذيذه قوي في الساندوتشات دي. خدي بالك وقلبي باستمرار لان ممكن يتلسع منك الفينو يعني بياخدش وقت خالص في ان هو يتحمر يعني. طيب هنحلي برضو مع بعض بشويه من النوتيلا. ابدأي ان انتي ادهني كده الرغيف الفينو بالنوتيلا كويس قوي. عندك صباعين موز، ابدأي ان انتي برضو قطعي الموز كده على وش الساندوتش وامليه كده موز. يعني احنا كده هنحدق وهنحلي كمان، ونفس الطريقة برضو هنحطه في الطاسة مع قطعة زبدة. طيب تعالوا نشوف بقى سندوتشات الجبنة اللي احنا عملناها مع الشيبسي. بصوا ما شاء الله الجبنة ساحت. عايزه اقول لكم ما شاء الله الساندوتش مقرمش جدا، طعمه حلو قوي. يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله، يعني انجزنا وعملنا. بصوا الساندوتشات دي ما خدتش مني ربع ساعه، يعني يا دوبك كده في السريع. ولا بقى النوتيلا حاجه كده روعه. بصوا يعني اقول لكم ايه، ما شاء الله سايحه خالص وطعمها رائع، غير القرمشه طبعا اللي في الفينو. يعني ساندوتش من الاخر. ودي كانت وصفتي السريعة النهاردة لعشاء سريع كده بالليل. جربيها ان شاء الله وهتنجزي وهتفرحي ولادك جدا بيها. دي كانت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.